النادي الملكي وجه أنظاره على الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ ألفونسو ديفيدز. وأكدت صحيفة اس الأسبانية إن نادي ريال مدريد مهتم بضم اللاعب الكندي، ومش هيبدأ النادي الملكي بالتفاوض مع اللاعب غير بعد رحيل اللاعب مندي. وإدارة نادي ريال مدريد معجبة بديفيدز، وده بسبب القوة والسرعة المذهلة اللي بيمتلكها اللاعب وخبرة على أعلى مستوى. والنادي الملكي بيرى في ديفيدز انه افضل خيار لتعزيز الجبهة اليسرى للنادي الملكي، وانه هيبقى في المستقبل خليفة لمارسيلو النجم السابق لريال مدريد. وبينتظر النادي الملكي بدء المفاوضات في 2024، وده لان اللاعب بيرتبط بعقد مع النادي البافاري لصيف 2025. والسبب التاني تسريح مندي، واللي انشيلوتي مش معجب بأدائه مع الفريق. والجدير بالذكر ان الفونسو ديفيدز اغلى ظهير ايسر في العالم حاليا، وبلغت قيمة اللاعب التسويقية ب 67 مليون يورو. وبيفكر النادي الملكي انتظار اكبر فترة ممكنة لانتهاء عقد اللاعب مع النادي البافاري، وده للحصول على خدمات اللاعب بأقل قيمة ممكنة.